ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اقدر اشارك معاكم الروتين المسائي. وبصراحه يا جماعه الروتين المسائي ده يعني رايق قوي قوي قوي، اكتر كمان من الروتين الصباحي. الملوخيه انا هقسمها نصين تمام عشان دي كميه مناسبه يعني لينا. بقصها، بجيب سكينه وبقطعها. تمام. بقطعها منين؟ بسيب الكيس ده كده هحتفظ بيه عشان احط فيه نص كيلو. تمام. بجيب سكينه وهقطعها من هنا. حلو، هتتقسم معايا. تكونوا سايبينها مش فكت خالص، يعني نص نص، وشايفين يعني انا في عندي اجزاء هنا ايه طريه شويه. حلو، هتتقسم معاكم بسرعه، وفي نفس الوقت ما سبتوهاش انها تفك خالص عشان ده غلط. بس وبعد كده تعالوا اقول لكم هنعمل ايه. وطبعا هنكمل فويس اوفر. عملت جنب الملوخيه رز حبه حبه. بصوا يا جماعه، انا بعشق الرز حبه حبه ورز بشعريه. والرز الساده في بعض الاكلات، يعني جنب مثلا بطاطس في الفرن، فاهمين؟ يعني بتبقى خطيره يعني. بس يا جماعه كده يعني هو غدا، عارفين، سريع بسيط. مش عايزه ان انا اتعب نفسي كده، عارفين اللي هو في يوم كده عايزين اللي هو لا، انا تعبانه النهارده، انا ورايا كذا حاجه وانا عملت حاجات الصبح ايا كان. بيبقى اكيد عندي اسباب ان انا لا، انا عايزه النهارده كده تبقى اكله سريعه وبسيطه، ما تاخدش مني اي وقت. اهم ستيب عشان تحافظوا على لون الملوخيه ان هي الشوربه ما تكونش سخنه. بس يا جماعه، واحلى دش في الدنيا والف هنا عليكم. وحقيقي ما تفرقش اي حاجه عن الملوخيه اللي بنعملها في البيت. وبعد كده قررت اعمل لهم حاجه حلوه، وقلت هعمل حشو كاسترد، وهحشي في عجينة الكريب. بس عجينة طعمها خطير يا جماعة، يعني بجد تحفة. خليكم معايا وهقول لكم كل التركات، وبجد مش تاخد منكم اي وقت. حطيت هنا صفار بيضة. بصوا، في العادي عشان تعملوا الكاستر لكل صفار بيضة نص كوباية لبن، ومكعب زبدة، وثلاث معالق سكر، ومعلقتين دقيق، ورشتين فانيليا. الفانيليا والزبدة بيكونوا في الاخر، يعني احنا مش هنسبق الاحداث، احنا هنمشي ستيب باي ستيب. اول حاجة بنحط كل المكونات مع بعضها ما عدا الزبدة والفانيليا. الفانيليا طبعا عشان ريحتها ما تطيرش، وكمان الزبدة عشان هي بتبقى اخر ستيب. الحشوة دي يا جماعة خطيرة، وممكن تعملوا بيها حاجات كتيرة جدا. يعني انا كنت في رمضان عملت بيها حشو قطايف، كانت رهيبة يعني تحفة. بس ففي العادي كمان لو انتوا عايزين تعملوها اعملوها عادي. ممكن تاكلوا الكاسترد كده، يعني اللي هو أكلة حلوة مفيدة. بلاش تجيبوا البودر، يعني بلاش ان احنا مش عارفين الحاجات السريعة دي عادة بيبقى فيها ايه. آه بس بحاول على قد ما اقدر ان انا لو في حاجة سريعة في البيت وتبقى صحية، طب ليه لأ؟ طب ما اعملها في البيت، فاهمين؟ بس لو انتوا حاسين انتوا تعبانين وعايزين تاكلوا حاجة فمش هتفرق من مرة، يعني زي النهاردة كده الملوخية. انا في العادي بحب طبعا اكيد الملوخية اللي انا بجيبها وارطفها بس، ولكن عادي يعني يا جماعة اللي هو بنسهل على بعض الحياة، فاهمين؟ وخلي بالك انت جسمك عليكي، ليه عليكي حق، فانت لا، اهم حاجة صحتك وجسمك يعني. عشان تعرفي صدقيني تدي للي حواليكي. بس كده يا جماعة نفضل نقلبها لحد ما تبقى قوام متماسك. انا هنا خليتها قوام متماسك اكسترا، يعني مش شلتهاش من النار على طول عشان انا هحشي بيها الكريب. بس ومكونات الكريب يا جماعة ابسط من البساطة، يعني ممكن تصحي الصبح كده تعمليه من كتر ما هو بسيط. بحتاج كوباية من الدقيق، وكوباية من اللبن، والسكر على حسب الرغبة. بس انتي معاكي من 3 معالق لنص كوباية سكر، وعليهم رشة من البيكنج باودر، ورشة من الفانيليا، ورشة من الملح، ومكعب زبدة. يعني بصوا مكونات بسيطة جدا جدا، وهتميكس ميكس 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 لحد ما تلاقوا ان القوام متجانس. عشان تسهلوا على نفسكم خلوا اللبن يكون دافي مش سخن،
يكون دافي عشان المكونات تمتزج مع بعضها بسرعة. بصوا الخليط مش تقيل ومش خفيف، وبحط الطاسة على النار، ومن غير يا جماعة لا زيت ولا زبدة ولا اي حاجة، مجرد ان هي تسخن صدقوني هتدي معاكم نتيجة رهيبة ومن غير ما تلزق ولا اي حاجة. طبعا هي بتعمل بابلز زيها زي البانكيك، يعني هي عجينة ما بين البانكيك والكريب، بس طعمها خطير يعني تحفة. بس المهم عملت كذا واحدة، وعايزه اقول لكم ممكن يعني الحاجه الحلوه في العادي كده بعد الغدا تبقوا مكسلين تقوموا تعملوها، بس لا يا جماعه دي بسيطه جدا، وممكن كمان تبقى تنفع كفطار يعني. وجنبها بقى كوبايه قهوه. اهم حاجه كوبايه القهوه عشان دي اللي بتظبط دماغنا، دي اللي بتصبرنا على كل حاجه. المهم طبعا طريه وخطيره وتحفه وكل حاجه. طبعا تقدروا ان انتوا تحشوها كامله، وتقدروا ان انتوا تقصوها زي ما انا مقصتها. لما بتقصوها بتقدروا ان انتوا تحشوها اكتر، وكل قطمه بيبقى فيها طعم الكاسترد باين، فاهمين؟ بتبقى كيوت كده وصغننه. فانا قصيت المجموعه كلها، وهبتدي احشيها والفها بالطريقه اللي هتشوفوها دلوقتي في الفيديو. بس يا جماعه المهم انتوا اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. بصراحه يا جماعه انا متضايقه جدا عشان بشوف فيديوهات كتير قوي الفتره اللي فاتت بتتكلم على ان الست اللي لازم تقوم تعمل مجهود رهيب عشان تثبت نفسها في المجتمع. في الحقيقه انا مش ضد الشغل اكيد، لان انا من وانا في تانية كلية انا بشتغل وحابة الشغل جدا جدا جدا، ولكن انا ضد فكرة ان الست اللي ما بتشتغلش وحابة انها تقعد تربي عيالها دي ست كده مش مثالية. بالعكس، الست اللي بتربي في البيت دي بتشتغل 500 شغلانة. فلو انتوا عايزين ترفعوا من شأن حد بلاش تقللوا من، خاصة من الست اللي بتربي، يعني لان مش حلوة ابدا ان انا افضل اشتغل وانسى ولادي. فانا بالنسبه لي لا، الاحسن ان انت تاخدي بالك من بيتك وولادك افضل بكتير بكتير من ان انت تشتغلي. بس ادينا بنحاول نوازن كلنا يعني. بس يا جماعه الحلو خلص، وقبل ما انام كتبت التو ليست بتاع اليوم اللي بعديه ان شاء الله، عشان اسهل على نفسي واقلل من اللود، حتى لو حاجه بسيطه يا جماعه، حتى لو غدا ايه بكره. وبس كده يا جماعة، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت، وتدعموني بالسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان لو نزلت اي فيديو. سلام.